طبعا ده اهلا بكم اعزائي المشاهدين مره ثانيه في فقرتنا الحلقه الثانيه. خلينا في البدايه اشكر زميلتي اسراء على التقرير اللي كانت عاملاه من داخل نادي انبي. خليني ارحب بزميل ومدير فني ناجح وزميل ناجح كمعلق ايضا. النجاح مش بيجي مولود اللحظه او عبر صدفه، ولكن اكيد هناك اعداد بيبقى جيد جدا. معاه متميز النهارده كابتن كريم خالد كامل اللي بيشرفنا ونورنا، بيقول له مبروك بالله. اهلا بك. اهلا بيك يا استاذ فتح الله صديقي العزيز مش استاذ ما بيننا وحبيبي ويعني شرف لي ان انا موجود في القناه صاحبه الفضل الاول والاخير عليا، سواء في التواجد خلف الكاميرا او قدام الكاميرا، وشرف لي ان انا اكون متواجد مع برنامج حضرتك المحترم في تاني حلقاته، وان شاء الله دايما نايل سبورت في شكلها الجديد مزيدا من التقدم والازدهار، ودايما تعودنا على قناه محترمه اتربينا فيها ونشأنا فيها، ودايما ان شاء الله تبقى في مصاف القنوات وتكون صاحبه الرياده زي ما تعودنا عليها باذن الله تعالى. ان شاء الله مشرفنا وفرنا بيتك طبعا، اكيد مش طبعا هنكر دوت اكيد. مبروك. الله يبارك فيك. انجاز قوي جدا حتى اخر صفره. يعني يا جماعه مش بس احنا الناس لو هتتابعوا ان شاء الله هنبقى احنا حاطينكم في الضوء دايما في هذه المباريات. كريم لحد اخر مباراه كانت تقريبا هو مع الداخليه والاهلي مع الاسماعيلي، حتى اخر صفره عشان تعرفوا الدوري صعب ازاي وقوي ازاي. حتى اخر صفره فيه هو كان بيحسم اللقب. كلمنا عن المشوار الصعب وموسم اكيد كل اللي في النهايه اكيد بالفوز واللي خلاك في اريحيه طبعا، وانا عن نفسي فخور بالفوز ده ليك. والله انا اشكرك على كلامك الجميل. طبعا الفوز ما بيجيش غير من منظومه متكامله. صحيح. بتبدا من مجلس اداره وتنتهي باصغر ولد، بعمال التجهيزات، بكل الناس. منظومه محترمه، تكاتف ما بين الناس، محبه موجوده. ممكن تبقى مدير فني كويس قوي او مدرب كويس قوي، لكن مش قادر تلم لعيبتك، مش قادر تلم جهازك، فما بتقدرش ان انت تنجح. الدوري ده كان اصعب دوري في مسابقات بطوله الجمهوريه. سن صغير جدا 14 سنه، يمكن اول مرحله يتعمل فيها. الصور معانا دي من حفله التكريم بس. دي حفله التكريم. ده زمايلي كابتن محمود بيومي المدرب العام اللي على يميني، وجنبيه كابتن اسلام ابو جبل المدير الاداري، ودينامو الفريق. حاجه وخليك في اخر دقيقه تسرد كل الناس اللي حابب تذكرهم وتهنئ لهم التهنئه. يعني هم حتى ده يمكن فريق كمان اهو الصور معانا مستمره مع حضراتكم. ده مع مجلس الاداره، رئيس مجلس الاداره. فبقول لحضرتك نرجع للموضوع بتاعنا. دي اول مره اتحاد الكوره يعمل بطوله جمهوريه لسن 14 سنه. عرفنا ان المسابقه هتبقى بطوله جمهوريه قبل المسابقه ما تبتدي بحوالي شهر او 3 اسابيع. فالاعداد انت برضو لما بتعد لمسابقه منطقه غير قطاعات غير جمهوريه، مفيش معسكر، مفيش يعني ما تلمناش كده، يعني هي جت لنا فجاه. المهم لمينا اللعيبه واشتغلنا وركزنا وقفلنا على روحنا. كان عندنا صعوبه كبيره جدا. الفرقه دي منذ تكوينها من اكتر من 6 سنين مع الاسف ما خدتش ولا بطوله. فبقى عندنا مشكله في تغيير فكر اللعيب من ان انت لعيب بتنافس على المركز الثاني، او لعيب بتأدي، او لعيب الاداء عندك بيفرق بشكل كبير عن النتيجه، ان انت تحول الفكر وتحول المينتاليتي بتاعت اللعيب من لعيب مركز ثاني او من لعيب بتأدي كرة كويسه وما بتكسبش الى لعيب صاحب بطوله. فدي خدت مننا مجهود كبير جدا، ان انت ازاي تزرع نفسيا في نفوس الولاد دي ان انت لا لعيب بطوله، البطوله بتاعتك. النفسيه دي اهم عامل. انت عارف علوم الاطفال مش زي اكيد الكبار في حته التاثر السلبي، ولو لا قدر الله تعرض لهزيمه او تعثر في هزيمه هيكون عنده عامل نفسي سيء. فانت كنت بتلعب نفسي اكيد في البدايات بشكل قوي اكتر منه فني كمان. لازم يعني هي اللي ساعدني برضو في الموضوع ده ان انا الولاد دي انا كنت مشرف، انا كنت مدير فني قطاع البراعم والاشبال لما كان الولاد دول عندهم 10 سنين. فانت يعني ايه؟ فانا مربي ايدك زي ما بيقولوا كده. يعني انا مربيهم فعلا لما يبقى عندهم 10 سنين وانا شايفهم على ايديا. بس يا جماعه رجعوها تاني اللي هو كان سيلفي معاهم دي، حدهم في روح قويه جدا بينهم، وفعلا في وسطهم كده هم في حب، مش بس حد انتصر. ايوه اللي هي معانا بص كده ابتسامه وحب ويعني ترجمه الكلام اللي بيقولوه كابتن كريم دلوقتي معانا هي في الصوره دي. انا عايز اقول لك ان كمان في ولاد من فرقه ال99 اللي انا كنت ماسكهم من سنتين موجودين معانا في الصوره دي بجانب عمال غرف الملابس. يعني هات لي واحد حتى لو اخر واحد في الصف مش مبسوط وبيضحك يعني مش صوره كده وخلاص لمجرد الصوره يعني. الحمد لله ده اللي احنا نجحنا فيه. احنا اللي موجود يعني دايما في اي فرقه في دايما مقوله بتقول لك في 11 لعيب بيحبوا المدرب قوي، واللي قاعد في السكور يعني نص نص، واللي بره السكور ده يعني ايه بركان جحيم. صحيح. لكن احنا الحمد لله قدرنا
كلنا في بوتقه واحده، كل الفرقه واحد، اللي جوه زي اللي بره، اللي بره السكور خالص بيتمنى الخير والفوز لفرقته. عشان كده ربنا كرمنا الحمد لله. الفرق بيننا وبين النادي الاهلي وصل في مرحله من المراحل ل8 نقط للنادي الاهلي. وانت عارف النادي الاهلي ما بيفوتش خلاص، النادي الاهلي بيركب ما بالظبط، طالما ركب ما فيش، مش هيفرط. الفرقه دي ما كسبتش النادي الاهلي في طوال تاريخها حتى في مباراه وديه قبل كده. ماتش الدور الاولاني مع النادي الاهلي كان كسباننا 1-0. فانت بتواجه ظروف صعبه جدا طبعا. فكره ان انت الكلمه اللي انا دايما بقولها حتى وانا بعلق، الكامباك، ازاي تعمل الكامباك وترجع مره تانية. صحيح. فكره ان انت يبقى عندك ايمان بربنا، ايمان بامكانياتك، بجهازك الفني المحترم، بلاعيبتك، بتزرع فيهم ان انت لا هنرجع، لا ربنا هيكرمنا، لا يعني هنعمل حاجه. وفعلا يبتدي الفرق من 8 ل5، النادي الاهلي يجي لك تكسبه 2-0 على ارضك، يبتدي المباراه معلقه بينك وبين النادي الاهلي على يعني خلاص، يعني الموضوع خلاص، الاهلي فارق عننا ب2 بونت. بنلعب المباراه النهائيه، احنا بنلعب الداخليه عندنا، الاهلي بيلاعب الاسماعيلي في الاسماعيليه، ودي فرصه طبعا لازم احيي عليها كابتن اسماعيل حفني المدير القطاع. انا لخبطتك كده تقريبا. انا لسه سالك قلت لك مباراه في الاسماعيليه وفي القاهره، قلت لي لا كانت في القاهره. لا في القاهره. انت قلت لي دلوقتي في الاسماعيليه. لا في القاهره. شفت انا اللي لخبطتك. انا اسف. لازم احيي طبعا كابتن اسماعيل حفني والجهاز الفني الاسماعيلي اللي عملوا ضربوا مثل في قمه الفير بلاي. صحيح. فير بلاي على اعلى مستوى. هو مش صاحب مصلحه في المباراه، ولكن بيأدي اداؤه الطبيعي والرجولي اللي باسم النادي الاسماعيلي اللي دايما موعود فيه سواء ناشئين حتى افريقيا. بالظبط كده بالظبط. فالنادي الاهلي يبقى كسبان 1-0. الاهلي فارق عننا ب2 بونت. خلاص يبقى احنا بنلعب عندنا الشوط الاولاني احنا طالعين كسبانين 3-0، ماتشنا منتهي خلاص يعني. برضو احنا ايه حته ان انت كان ممكن انت تعمل نتيجه سلبيه والاهلي يعمل نتيجه سلبيه فالاهلي ياخد الدوري برضو. لكن احنا كنا مركزين جدا في اخر مباراه. الشوط الاولاني 3-0 خلاص الموضوع خلصان، فانت فكرك كله الناحيه الثانيه. اهلي الشوط الاولاني طالع كسبان 1-0، الوقت بيعدي 5 10 20، وصلت للدقيقه 42 من الشوط الثاني بيجي لك خبر ان النادي الاسماعيلي اتعادل مع الاهلي 1-1. يعني انتوا يعني من اللحظات اللي احنا مع حضراتكم بنشاهدها دلوقتي على الشاشه هي لحظات المتابعه. يمكن مباراه الانبي مع الداخليه كانت انتهت خلصت 5-0، كسبنا 5-0 واللعيبه واقفين واحنا واقفين والمدير الاداري بتاع الفريق كابتن اسلام ابو جبل فاتح التليفون مع باعتين حد طبعا بيشاهد المباراه هناك في النادي الاهلي، ولحظات من الترقب وفجاه هيقولوا لنا خلاص الماتش خلص والاهلي اتعادل. ادي الفرحه قدام حضرتك اهي، يعني حاجه يعني انا شعور نفسي انت ان انا دلوقتي اكيد بتبقى لحظه قويه جدا. يعني انت عملت اللي عليك بقى وعايز تقدير شويه من ربنا. يعني انت مجهود غيرك في الحته اللي هي دي اللي هو يا رب طب ساعدني شويه بمجهود الاخرين، فدي كان حد ذاته انت بترمي حمولك على ربنا، انت خلاص يعني انت عملت كل اللي عليك وعملت كل حاجه في الكوره. بس خلينا اكد على شيء، ده يمكن فرحه زي ما حضراتكم شايفينها على الشاشه، ودي يمكن حصري على شاشه نايل سبورت وبرنامج رياضه اونلاين، وتحديدا بيت البراعم والناشئين في مصر، لا يقلل من مجهود النادي الاهلي اللي عمله. ووصل هو ايضا في السباق والمضمار حتى نهايته، وهي فاصله زي ما احنا بنقول. كابتن كريم بيسرد دلوقتي، وادي كابتن كريم واحنا شايفينه يعني الشباب يعني بيحاولوا كده يعملوا زي قاموا بالواجب وفرحه بكابتن كريم وبيرفعوا له فوق اكيد، وده اقل حاجه يقدروا يعملها له. فالنادي الاهلي له برضه كل التحيه والتقدير على مجهوده في هذا الموسم. كلمنا على الفرحه دي واللحظه اللي انت كنت عاملها. يعني قبل ما نوصل للفرحه دي في 5 دقائق يعني الواحد كان ميت فيهم اكلينيكيا فعلا. انت قاعد بتذكر ربنا وقاعد بتدعي ربنا وما بتعملش حاجه تاني، وقاعد مستني التوفيق هيجي من عند هو طبعا التوفيق دايما بيجي اللي يستحق. فالحمد لله ربنا شاف احنا تعبنا قد ايه، كافحنا قد ايه. الولاد دول كانوا محتاجين بطوله، يعني لما اول بطوله تاخدها في تاريخك، مش بطوله منطقه ولا بطوله، لا اول بطوله تاخدها في تاريخك، بطوله جمهوريه، تبقى بطل مصر، اكيد البطوله دي هتفرق بشكل كبير جدا مع الولاد دول اكيد. يعني بعد كده انت الاول رايح المباراه ممكن يبقى في عندك سنه عدم ثقه، هكسب ولا مش هكسب. دلوقتي انت بطل، انت بتتعامل كبطل. طالما وصلت للبطوله خلاص انت بقى في حاجه اتزرعت جواك مش هتقدر تفرط فيها بعد كده. اديني موقف من مواقف اللاعبين مع بعض كده يدل
لكن كنا لازم في النهايه ربنا هيكرمنا بالشكل ده، موقف حد اتصاب والاخر كان بيهتم بيه، موقف حد كان بيساعد اخر هو ممكن ما يكونش في التشكيل ولا حتى في ال 18. ده انا هحكي لك سياق من اللعيبه. اللعيبه موقفهم كتير. عامل المهمات بتاعنا صحيح. اسمه حسين. عم حسين. عم حسين تمام. في 3 مباريات كل مباراه وهو باصص على الكوره من تركيزه عشان يجي. مباريات صعبه جدا، انت بتكسب 1-0 2-1 بتكسب في الثانيه الاخيره، مباريات صعبه جدا وهو باصص على الكوره تلاقيه بيقع يتشقلب على الارض. مره وقع على دماغه خد 3 غرز او حاجه كده. يا نهار ابيض. كوره جايه وهو مركز على الكوره عايز يجيبها بسرعه، راح راجع خابط في دكه البودله في الحديد، راح دماغه جاب الكوره وحطها بنبص دم وبتاع. بتتكلم في حاله يعني بغض النظر عن الانتماء اللي عنده، كمان انت بتتكلم في حاله الفريق كله فيها واصله لحد اخر حد، وعم حسين اللي هو عامل مهمات الفريق. بالظبط كده. اللعيبه يعني يكفي ان انا اقول لك ان اخر مباراه اللعيبه كلها جايه، الناس جايه من الشرقيه ومن المنوفيه ومن المنصوره من الاقاليم، كل اللعيبه ال11 لعيب وال7 اللي في السكور وكل الفرقه باقي 30 لعيبه كلهم قاعدين على الدكه بره منتظرين ان يحصل اخفاق في مباراه الاهلي والاسماعيلي وان احنا نتوج بالبطوله. احنا كلنا كان عندنا حاله، كان عندنا احساس البطوله دي بتاعتنا. يعني بعد كل التعب ده. اكيد يا كريم كنت بتقعد مع اللعيبه قبل المباراه دي، احنا ان شاء الله بتاعتنا، فاحنا لازم نلعب ادائنا، لازم قول لي ان عامل النفس خلاص. انت قبل المباراه اكيد مش هتتكلم في الفنيات، الموضوع انتهى. فنيات هو انت حفظته طول الموسم وعملته التشكيل وحطيت الخطه بتاعتك. الكلمات المهمه اللي كانت قبل المباراه كنت بتقولهم في ايه؟ احنا كنا بنعتبر كل مباراه بنلعبها بطوله. يعني انا اخر مباراه دي كان عندي الداخليه. يا ولاد احنا عندنا النهارده بطوله الداخليه، تاخد ال3 بونت خلاص نفكر في اللي بعديه. عندك النهارده بطوله الاهلي، كسبت الاهلي تبص على اللي بعديه. فكل مباراه احنا كنا واخدينها على طريقه الكؤوس، كل مباراه كنا واخدينها كانها بطوله بحد ذاتها. عشان كده الدور الثاني يعني احنا طول الموسم احنا ما اتغلبناش غير مباراتين فقط في طوال الموسم بالكامل. طول الموسم كل المباريات اللي لعبناها على ملعبنا ما فقدناش ولا بونت. على ملعبنا ده في حد ذاته انجاز اكيد. ما فقدناش ولا بونت، ولا الدور الاول ولا الدور الثاني. فاحنا كان لازم نزرع حته المكسب، كان لازم نزرع ازاي هنبني جيل. هم دول انتوا النواه بتاعت النادي طبعا. يعني انا في يوم من الايام صالح جمعه كان قاعد زيكم قدامي كده، عبد الله جمعه كان قاعد زيكم، الولاد كلهم، احمد رفعت لاعب نادي الزمالك، كل اللعيبه دي كلهم طالعين من قطاع البراءه. ابو جبل، علي لطفي، كل اللعيبه اسماء حدث ولا حرج بقى. كلهم كانوا موجودين القعده بتاعتكم دي. فانتوا اللي هتشيلوا التيشيرت بتاع النادي، انتوا اللي هتحملوا اسم النادي، انتوا اللي هتدافعوا، بجانب ان البطوله دي هتساعدكم. يعني كان في مزمع تكوين منتخب 2002. صحيح. في كل مباراه كان بيحضر حد من الجهاز الفني يشاهد المباريات، كان بياخد. للاسف كابتن علي ماهر اللي اعتذر عن تولي المهمه. بالظبط. وهم بعد كده اتحاد الكوره تقريبا لغى المنتخب دون وهيضم. للاسف يعني مش عارف انا، يعني المفروض الفكر يتطور تاني في اتحاد الكوره ان يرجع تاني يتكون هذا المنتخب. اكيد اللي ما يبقى عندك حد بالشكل ده ولعيبه بالشكل ده لازم توظفهم لصالحك في منتخب. ده انت في كل مباراه كان بيجي يتاخد 2-3 لعيبه من عندك مختلفين عن الفرقه عن المباراه اللي قبليها. الميزه عندنا كمان ان احنا دايما انا بقول لهم انا ما عنديش هداف الدوري. الاهلي عنده هداف الدوري، ولد اسمه ريتشارد، ولد يعني ولد كان بيلعب في اليوفنتوس او حاجه كده، جاي من ايطاليا، من اصول ايطاليه، مصري ايطالي. لعيب مميز جدا. انا ما عنديش هداف الدوري، 17 هدف تقريبا حاجه كده يعني. كلامي معاهم انا ما عنديش هداف الدوري. صحيح. ما عنديش احسن لعيب في الدوري، وما عنديش اسم النادي الاهلي. يعني انت عارف ازاي، فانت بتدي له برضه لازم تدي له واحده. ما عنديش شجره عمرها معدي ال100 عام زي النادي الاهلي. صحيح. لكن انا عندي ارجل لعيبه موجوده في الدوري. عشان كده لما اجي اتعامل معاهم ما بقولهمش يا اولاد او يا لعيبه او يا كذا، اللي بتكلم يا رجاله. عشان كده حلو الواد دي. انت ممكن اللعيب بتاعك، يعني مع احترامي الشخصي انا معايا 30 لعيب، مش كلهم هيكملوا في الكوره، وارد، لكن كلهم هيبقوا رجاله محسوبين على البلد. طبعا الوطن هيبقى محتاج كل واحد في دور. صحيح. كل واحد فيهم هيبقى عنده زوجه وهيبقى عنده اسره. صحيح. لو انا ما حطيتش فيه البذره ان انت تبقى راجل. صحيح. ومتحمل المسؤوليه وتقدر، لو انت مش قادر تشيل مسؤوليه تيشيرت لازم اقطعك. الابعاد دي يا جماعه مش لازم يكون بس الكابتن كريم هو بيتكلم عنها، بس مش كابتن كريم بس، كل ما نتعامل مع النشء بتاعنا، كل ما نتعامل في تكوين الوجدان الخاص بالناشئين والبراعم، لازم يبقى هو عنده الفكر اللي بنتكلم عنه كابتن كريم، واللي احنا المفروض كلنا بالبديهيه، مش لازم بس يكون درسناه، يكون عندنا احنا ازاي بنكون شخصيه تتحمل المسؤوليه وبتعملها من منطلق هي نواه هذا المستقبل، وان شاء الله اللي هترفع الرايه
للمستقبل. انا بحييك وبهنيك بجد عن هذه النبذه تحديدا، بعيدا عن فنيات ربنا كره يخليك. القدم يعني. ربنا يكرمك. انت كده انت فعلا بتتعامل مع شخص ان شاء الله هيكون هو نواة المستقبل. بهذه الشكل هنلاقي عندنا نماذج محترمه سواء متميزه في الرياضه او في مجالات اخرى في صالح الوطن ده. ما هو ده اللي انا بتكلم فيه. انت مش كلهم هيبقوا لعيبه كوره، مش كلهم هيروحوا منتخب او يلعبوا فريق اول. في ناس كتيره منهم هتبطل كوره. يهمني ان انت لما تكبر ويبقى عندك شغل تفيد بيه بلدك، يبقى عندك زوجه، يبقى عندك بيت، يبقى عندك ولاد، تقدر تتحمل مسؤوليه، تبقى راجل. صحيح. مش راجل اسما، راجل فعلا. صحيح. فعلا. الموسم الجديد استعدت له ازاي سريعا عشان هحاول السؤال دوت، وفي الاخر تقول اسماء لعيبتك اللي انت حابب تقول. والله الموسم الجديد طبعا يعني احنا الموسم انتهى، لا خد فكل بالك ما تقوليش ده. انت بص، الوصول للقمه صعب، لكن الاصعب منه الحفاظ عليها. والله وانت مطالب اكيد من المجلس الاداره بده. انا الحمد لله ربنا كرمني ان انا يعني انا الحمد لله اكتر مدرب جايب بطولات لنادي انبي. الحمد لله انا جايب لهم 8 بطولات لحد دلوقتي، ما شاء مركز الله. اول ما الحمد شاء لله، الله. 4 في طوال 12 عام. اشتغلت موسمين مدير قطاع براعم واشبال، فالحمد لله رب العالمين البطولات مطلوبه. لكن احنا يعني هي كانت صدمه بالنسبه لنا طبعا ان السنه الجايه 2002 مش تلعب جمهوريه. يعني انت بعد ما وصلت لقمه المسابقات 2002 السنه الجايه هتبقى قطاعات. فاحنا مش عارفين لسه بقى السنه الجايه. اتحاد الكوره قال لك 2001 و99 و97. مجلس الاداره طبعا مع الكابتن امام محمدين مدير قطاع الناشئين، مع كابتن ابراهيم محمد الشخصيه المحترمه اللي انا سعيد ان انا قابلتها هنا النهارده، ودايما بعتز ان انا بيبقى في بيني وبينه حوارات سواء جوه الملعب او بره الملعب. بيقعدوا يتفقوا مع بعض ويشوفوا الاصلح للنادي ايه في ظل منظومه محترمه، مين هيشتغل يعني مع ممكن مين. توزع اللعيبه دي على مثلا 2000 او 99 او لا فيما بعدهم. الفرقه موجوده. فرقه موجودة 2002 بس هتشتغل موجوده. قطاعات بس هتشتغل مش جمهورية. قطاعات مش هتشتغل جمهوريه. لكن احنا بنتكلم في الاجهزه الفنيه. مين مين فاحنا ممكن نلاقي هيشتغل مع كابتن مين؟ كريم في منصب تاني. وارد يعني. جدا. انا عارف ان جاي لك عروض اخرى خارجيه وانت رفضتها، يعني احتراما والتزاما مع انبي يعني. والله العلاقه بيني وبين امبي مش علاقه مدرب بنادي. انا بقالي 12 سنه في النادي. اسمي ارتبط بالنادي. عايز اقول لحضرتك ان حد كلمني من نادي كبير جدا. لكن بيتي مش هقدر اخرج بره لا بيتي. ده والانتماء اكيد هيبقى سر من اسرار نجاحك اكيد يا كابتن كريم. ربنا يكرمك يا كابتن. حابب تقول حاجه لرجالتك اللي كانوا معانا في الموسم ده؟ حابب اشكرهم بشكل كبير جدا. فعلا كان موسم صعب علينا كلنا. انا بشكركم بشكل كبير جدا. بشكر مجلس الاداره بتاعنا المحترم جدا، بشكر كابتن امام، بشكر كابتن ابراهيم، بشكر كابتن صلاح مصلحي الاب الروحي بتاع كل المدربين اللي موجودين في قطاع الناشئين، بشكر كل الناس اللي ساعدتنا سواء لعيبه، اجهزه، جهاز فني ربنا كرمني بيه على اعلى مستوى. كابتن محمود بيومي ده من الشخصيات المحترمه جدا، المدرب العام وكان نجم نادي امبي ونادي المقاولون العرب. كابتن اسلام ابو جبل، كابتن ابراهيم صديق، دكتور هشام، كابتن محمد ضياء، كابتن عمرو مصطفى، عم حسين وزمايله، عمرو وحسين، عمال التجهيزات. انا بشكر كل اللعيبه بتاعتي. بشكر حضرتك بشكل كبير جدا على المتابعه. انت معايا، كنت معايا على طول على الخط لحد التجهيزات الجميله اللي حاصله هنا. هو كنا دايما بنتابع لحد ما البرنامج يطلع في شكله الجديد والنتائج ايه والدنيا عامله ايه، وكنا متفقين على اللقاء دوت. انت بتوافيني على طول على الواتس. دايما كنت ببعت لك على طبعا ده زي ما انت قلت في بيتك في انبي اكيد الالفه فيه. احنا عندنا كمان اكيد في طبعا ده وده شرفنا اكيد انضمنا لهذا المكان. ده اللي شرف ليا طبعا. كريم مبروك تاني وشرفتني ونورتني، وهنبقى متابعين مع بعض على طول دايما وابدا في مسابقتك. شرفتنا ونورتنا. شرف ليا وانا سعيد جدا بالتواجد معاك، وشكرا جدا لقناه النايل سبورت ان هي بتهتم بقطاع جديد. يعني الدنيا كلها بتبص على الدوري الممتاز على القسم الثاني، لكن فكره ان انت تنتقل للناشئين والبراعم وهذه الفقره الجميله انا سعيد بها جدا وبشكركم جدا وبشكر النايل سبورت طبعا. شكرا ليك يا كريم. انا بشكر كل فريق العمل زي ما انتم شايفين المجهود اللي بيتعمل ده اكيد انا في النهايه بترجمه لحضراتكم. بشكر كل فريق العمل في النهايه، وخليني اوعدكم بحلقه قادمه ان شاء الله لا تقل اهميه هيكون عن نادي الزمالك واختباراته، فانتظرونا في حلقه جديده في رياضه اونلاين بيت الناشئين والبراعم في مصر. اشكركم على حسن المتابعه والقاكم الاربع القادم في بيت الناشئين والبراعم في مصر ورياضه اونلاين. الى اللقاء.